السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وسلام. ان شاء الله النهاردة بإذن الله احنا معانا السطح، هننضفه ونظبطه ونروقه كده، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا كنا سايبين الحاجة. السطح عليه حاجات كراكيب، عليه مكان الطيور، عليه حاجات كتير يعني. ان شاء الله النهاردة هنحاول ننضفه ونخليه تمام التمام كده عشان البيت يبقى كله خلصان. احنا لسه معانا بس الشقة اللي تحت فيها حاجة بسيطة كده، لان هي عايزة تتغسل اصلا، مش عايزة تتنضف بس وتكنس. فان شاء الله بكره الجمعه باذن الله، كل جمعه انتم بخير وجمعه مباركه علينا وعليكم جميعا. ان شاء الله بكره الجمعه هنظبطها نغسلها ونحاول نعمل معاها حاجه معاها يعني ان شاء الله. احنا النهارده كده عبوده واقف جنبي مش عاوز اتكلم. مش عاوز اتكلم. عبوده ده يا جماعه يعني ايه؟ عامل زي اقول زي ايه؟ بس ايه اكتر حاجه بتحبها في الاكل؟ ايه؟ هو الملح. عبوده ده الملح بتاع الحياه بتاعتنا. ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه ويبارك في اولادكم جميعا. ما تنسوناش بقى بالاشتراك والكومنتات الحلوة واللايك بتاعكم الجميل. اتمنى منكم كل الدعم ان شاء الله. احنا هنبدأ الوقت نشوف السطح في ايه، وهنبدأ فيه على طول بإذن الله. بس انا كنت بقول لعبودة كلمتين كده. وعبودة متنح لي مش عايز يتكلم معايا. المهم ان هو ما يتكلمش. فين بقى عم فك. هو الوقت هيفك اهو معاكم. شوفوا اهو. هم. بقول لكم ايه يا جماعة؟ مش بتحط اللي هو اشتراك ليه وتحط اللي هو لايك ليه؟ هم. احنا نبدأ نشتغل على طول اهو. نشيلنا الخشب اللي فاضل اللي كان على السطح، عروق كده ونص عرج وحاجه كده. والخشب، اي خشب فوق السطح احنا بنخليه يا جماعه ليه؟ لان انتوا عارفين طبعا ان احنا بنشتغل على القانون، فاي خشب فوق احنا بنعوزه. دي الباب بتاع المدخل بتاع البوابه الاولانيه، مكان البوابه الحديد اللي احنا شلناه. كان باب خشب كده طبعا ما ينفعش، ما يبقاش امان يعني، ولذلك شلناه. عشان هو مش امان لذلك شلناه. تمام. انا مش عاوز اتكلم في الموضوع ده تاني عشان خاطر بس ايه؟ القيل والقول. احنا بنعزو الحاجات كده اللي هي الحاجات الخشنة بنبدأ نشيل فيها عشان خاطر نلم الباقي بالمجشة ونحط على طول في الشكاير. الحاجة لما بتتركن طبعا انتوا عارفين ان الحاجة ديت ما بتبقاش حلوة. ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده بتلم برايس. البرايس هنا حاجة غريبة يعني. البرايس في العاشر بصراحة يعني حاجة غريبة خالص. تبص تلاقي البرايس مش زي حدنا كده في الريف. لا احنا حدنا في البرايس في الريف كيوت. برايس صغنطوطة كده. لا هنا برايس ضخمة. ضخمة الواحد بيخاف منها بصراحة يعني. احنا بدأت الوقت ان انا اكنس الناعم كله هون. ما شاء الله عليها جنات في التصوير استاذة برضو. والجو كان حار يا جماعة. الوقت دي كان الكهرباء قاطعة. الكهرباء بتقطع هنا من الساعة 5 للساعة 6. الكهرباء في العاشر بتقطع من الساعة 5 للساعة 6. الساعة ديت الكهرباء كانت قاطعة، وبعدين احنا ما رضيناش يعني، حتى لما قطعت كنت انا طالع على طول عشان ما اقعدش في الحر. فطلعت للحر الاكتر يعني. شايفين المكان احنا كنا حاطين في المكان ده النمليات بتاعت اللي هي اللي كنا بنفرخ فيها، بنحط فيها الفراخ ونحط فيها الفراخ البيضاء اللي كانت الكتاكيت. المكان اللي تحت دي كله تبن ورمل. تمام. فاحنا حطيناهم جوه في الاوضه بتاعت الحمام علشان خاطر نبقى كنا ناويين نربي يعني جوه. بس للاسف يعني ما نهضناش. اهو شايفين مكان هناك كده كله رمل رمل وتبنه. فالتبنه انا شلت التبن كله وسبت الرمل. الرمل خساره ما برميهوش لان بعوزه. اهو الرمل بنعوزه، فبنلم بس الاكياس والورق والحاجات والجزايز والحاجات دي. علشان التصوير برضو خلي بالكم مش مبين حاجات كتير، لان المكان مش تعرف التليفون ان هو اللي تعبان ولا يعني الاضاءه مش مظبوطه كده. اهو ديت شويه دول من الجزء ده بس اللي كان تحت الحاجات بتاعت الفراخ اهي. يلا يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك. الناس الحلوه اللي تيجي من عند موحة يضغطوا لنا لايك وكومنت كده ويعرفونا ان يجوا عند موحة ان يا جماعه متابعين. يا جماعه احنا متابعين موحة. فطبعا موحة ياسر غني عن التعريف، فاحنا عاوزين الناس اللي تيجي من عند موحة ياسر اكيد محترمين زي موحة. يضغطوا لنا اللايك كده والاشتراك عشان نكبر معاكم. الشكاير مش شمسه يعني. انت تشوف الشكاره مش شمسه بقت تسيب من بعضها دايبه يعني. فانا كنت يعني بحاول ان انا يعني اتفادى حته القطع دي. الفاس دي اللي كنت بعمل بها لتحت الطيور
شايفين الشجره بتتقطع لوحدها ليه؟ دايبه من الشمس. المكان لما يكون في حاجات كتير كده بيبقى شكله مش حلو، لما بينضف ويتظبط وبتلاقي منظره جميل اكنك يعني قاعده في ما شاء الله يعني. دول متعبين من زمان من ايام الفراخ والله. الشكاير دي متعبيه على السنه. كنت هعملهم فين؟ كنت هعملهم للحته اللي تحت الحديقه. ان انا كنت يعني زي يعني ايه، زي كيماوي كده. ارش حبه على وش الارض واجلبها في بعضها واخليها واقوم ارويها مثلا ولا حاجه، وازرع فيها خضره، ازرع فيها حاجه بتبقى حلوه للارض. زي السبله كده، زي الفلاحين يعني. السبله اللي بتيجي من تحت الطيور بتحط في الاراضي الزراعيه، اللي هي الاراضي اللي هي بتاعت الموالح والاشكال والحاجات دي. شايفين احنا هناك شجرتين هم. دول والله كنت حاططهم عشان كده، سايبهم يعني ايه، يحموا على بعض على اساس ان هم يبقوا حاجه حلوه بالنسبه للتربه يعني، بدل الكيماوي. شايفين التليفون بيجيد وبيطفي تقريبا، هو دي من التليفون. الاضاءه بتاعي لو تقطع من التليفون. جبنا شكاره تانية دي جديده بقى من الدقيق اللي كانت تحت. لا حول ولا قوه الا بالله. وشلنا الحبه الباقيين. بص يا جماعه، انا ما بحبش اسجل على الفيديو والله. ليه؟ لان الحاجه في وقتها بتكون احسن بالنسبه لي. يعني الكلام وانا شغال احسن، بس كمان القهوه شغاله جنبي، فالصوت عالي اغاني وبتاع، فانا مش عارف اسيبها بالصوت للاسف يعني. انما انا حتى انتوا لو شايفين على طول ما بحبش اسجل. نادر انا بسجل في القناه. لمينا الحبه دول. الجزء ده المهم، الجزء ده كان هو الاهم عندي على فكره. يعني الجزء اللي انا بشتغل فيه ده هو ده كان الاهم، لان اكتر مكان كان فيه زباله. اكتر مكان. بما ان كان مكان الفراخ والحاجات دي بقى دي كلها خشب، احنا بنسيبه كده للشتاء عشان نشتغل منه يعني في الكانون، في تدفئة حاجات كده يعني. المكان ده كله كان كله خشب اصلا، كنت معبي خشب. اهو كله خشب. خشب للولعة. احنا جينا البيت اتلاقينا فيه شوية، واحنا كملنا عليه يعني، كنا بنجيب من تحت وكده. وبقى موجود خير في البيت يعني، وبقى كويس. بس المشكله في ان هو بيلم حاجات برضه زي ما قلت لكم. فانا بحاول طول ما انت في حاجه ونفس وكلام وحاجات من دي في البيت وحركه زي الخربطه دي، اي حاجه في المكان تمشي. ده كله من الهوا يا جماعه يعني. دي الحاجات دي كلها بتيجي من الهوا، بيجي من الصحراء بره كده، اكياس وحاجات من دي. مش بتبقى موجوده اصلا في البيت يعني. اصلا المكان احنا كنا سايبينها مرتاحه شويه، ما كانش الا في الحته اللي كانت بتاعت الفراخ ده بس اللي كان فيها شويه زباله. انما الحاجات والاكياس دي ما كانتش موجوده يعني. في حاجات كتير مش كانت موجوده اصلا يعني. بس العفر والهواء كان بيجيب حاجات ويرمي على السطح. اه. حتى الهواء شغال برضه بيودي العفر، وشوف بيودي مش ظابط الحته، مش ظابط خالص. اه. دي المكان المحبب لموحة بقى كانت شغاله فيه زي ما انتم عارفين. الزير بتاع الميه ما شاء الله عليه، ياما شربت منه. ده جميل جميل جميل. بس مش ينفع نعبي له وقت ونسيبه. فانا نقلتهم خالص. عشان خاطر ايه؟ ان احنا يخلي المكان. يتكسر الزرع عشان ارميه. بصراحة لقيت الشجر الزرع منه فيه سنة خضار. يعني الزرع كان فيه سنة خضار من تحت. فأنا فضلت إن أنا أرويه وأسيبه. والله بدأ يشتغل تاني بما إن إحنا في الربيع. هيبقى فيه سهل إن هو يشتغل. اللي هيشتغل منه هيشتغل، اللي ما يشتغلش خلاص. فأنا رويته كله. هتشوفوا الوقت وأنا برويه كله. على أساس إن إحنا برضه يعني طالما الحاجة فيها خضار من تحت خلاص لازم تفضل يبدأ يدج كله من أول وجديد. أهو شوف أنا حاولت أكسره مش راضي يكسر. طول ما هو مش راضي يكسر كده، شوف كسر مني بالعافية من فوق. فسيبته. اه سبت الباقي. خساره ان انا ارميه، لان طالما هو كده خلاص المفروض ما مكسروش بقى. لان هو كده كده هيخضر. اتلاقيت كل الشجر المزروع خلاص هو خسرت واحده بس وسبت الباقي. الجدل من تحت يا جماعه كده يعني بتبقى في مثلا 20 سم كده ولا حاجه في الاخر تحت. تلاقيهم لسه خضر فسبتهم. دي مش عندهم عفر كتير ولا زباله كتير، لان المكان ده اصلا ما كانش فيه هالكه يعني. كان على طول بما ان احنا كنا بنصور وبنشتغل فيه، فكان على طول نظيف.
هما الحبة دول زي ما قلت لكم بيبقوا جايين من عفر في الهواء بتاع ورق اكياس بتبقى ترمى كده. الحاجات اللي كانت فاضلة مننا بس حاجات بسيطة يعني مش كتير اهو، ادي كل الموضوع. السطح يا جماعة احنا عندنا السطح دي مقدس، السطح مقدس. لازم يكون موجود على طول فيه طيور، موجود فيه نظافة. السطح عندنا كده نظافة وطيور، مفيش مشكلة خالص. تحب تقعد على السطح بقى، يعني انا احب قعدة السطح ديت عندي احسن من البحر، احسن ما اقعد على البحر. شايفين الهوا، شايفين الهوا عامل ازاي. مش تنسونا باللايك يا جماعة والاشتراك، اللي ما اشتركش في القناة اشترك، قناة ابو الابرياء وموحة، او اللي ما اشتركش في قناة موحة ياسر اشترك فيها. شايفين دلوقتي انا برويتهم كلهم، مليتهم ميه على اساس برضه ان انا احاول كل يوم ارويهم بقى، يعني كل يوم ان شاء الله نرويهم، على اساس لو في خضار فيهم، الخضار اللي انا شفته ده يبدا في خلال اسبوع بالظبط، لو فيهم خضار وفيهم يعني هيشتغلوا، هيبدا يطلع ورق اخضر، هيبدا يطلع ورق اخضر والقديم بقى خلاص نقصه. انا رويت كله علشان لو في حاجه اللي مش هينفع بقى بعد اسبوع كده من رويه خلاص ما نرميه. احنا لو قاعدين هنا شويه والله كنت جبت شويه زرع هنا وحاجات من ديت، بس للاسف خايف اجيب حاجه برضو وارجع ازعل، عشان احنا انتوا عارفين ان احنا الزرع دي لما يكون حلو كده واخضر ومالي المكان الواحد يزعل عشانه، لان بصراحه الحياه من غير زرع مش لها اي لازمه. هو السطح صغير وكنز، بس برضه يعني تحس ان هو بعد ما ينضف ويبقى حلو تحس ان هو واسع. هو السطح اصلا مساحته صغيره، لان البيت مساحته ما شاء الله كده تقريبا 75 متر. هي البيوت ابن بيتك هنا كلها كده، المبني منها 75 ومتساب منها تقريبا 75. شفت التليفون ضل من مكان ازاي، بالرغم ان المفروض اللي احنا لسه برضه يعني هيضيق. اه شايفين، ده عيب من التليفون، يا هو التليفون ساخن يا اما في حاجه يعني. ده عبوده حاطط العابه حاطط العابه في البانيو الصغير ده، وبيحط لهم ميه عشان يحميهم. انا بقول لكم خلاص. شايفين السطح بعد ما خلص ما شاء الله. يعني يا جماعه والله هي فعلا المكان كل ما بينضف وكل ما يكون بسيط، بس تلاقي المكان يحلو. اه المكان من غير كموحة ضلمة بصراحة، ضلمة ضلمة ضلمة. مش تنسوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.